إذا ذكرت كلمة شيت قد ينزعج منك الشيطان كثيرا، فما قصة شيت ومهلائيل؟ اسمع صدمة في النهاية. تحدثنا في المقاطع السابقة عن قصة النبي شيت في الدين اليهودي والمسيحي، واليوم نكمل في الدين الإسلامي الذي جاء مؤكدا لرواية أن شيت هو ثالث أبناء النبي آدم، وهو سر استمرارية البشرية والنبوة رغم عدم ذكره صراحة في القرآن. لكن الصادم أن ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أكد أن شيت فعلا هو ابن آدم وهبة الله، وتلقى الصحف المقدسة الأولى، وأن حفيده مهلائيل دمر مردة الجن والشياطين وقهر إبليس في عدة معارك. وينقل قولا عن الأعاجم أن مهلائيل هو ملك الأقاليم السبعة، كما ويذكر الطبري أن شيت دفن أبيه آدم ودفن معه النصوص المقدسة في قبر الكنوز الغامض. لا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.